الثلاثينات هو لاج اللي كتحدد فيه الاتجاه ديال حياتك وكتختار واش غادي تبقى عايش بالعقليه ديال العشرينات، الدوران وكثرة بنادم والجماعات في المواضيع الخاويه وتضيع الوقت في الحاجات اللي ما غادي تفيدك بوالو ومع الناس اللي غادي تخليك في بلاصتك، ولا توقف وتاخذ الكونترول ديال حياتك وتعرف راسك شنو باغي وفين باغي توصل وتخدم عليهم. الا اختاريتي لوبسيون الاولى يعني تكمل بالعقليه ديال العشرينات فراه كنقول لك غير بلا ما تكمل الفيديو حيت ما غتفيدك بوالو. اما الا اختاريتي لوبسيون الثانيه فراه غادي نعطيك 6 ديال الحوايج اللي مهمين وضروري انك ديرهم في حياتك باش تستغل الثلاثينات والعمر اللي مازال لك ان شاء الله وتكون احسن نسخه منك. واول حاجه اختار شنو باغي. في العشرينات كان عندك بزاف ديال الوقت وكنتي كتقدر تجرب كل شيء، اما دابا ومع المسؤوليات اللي غادي يكونوا تزادوك فراه وقتك ولا كيطير ولا محسوب. داكشي علاش خاصك تختار وتعرف شنو باغي، فين باغي توصل وشنو ما بقيتيش باغي والحوايج اللي ما بقاوش خدامين لك. خاص تكون عندك فيزيون واضحه على شنو باغي، سينو غتبقى كدور غير في بلاصتك. ثاني حاجه استثمر في صحتك، وهنا كندوي على صحتك الجسديه وصحتك النفسيه. صحتك خاصها تولي من الاولويات ديالك، شي حاجه اللي ما كتناقش وخاصك تعطيها وقت وتستثمر فيها. تريني، تحرك، كل مزيان، نعس مزيان وبعد من اي حاجه واي واحد اللي كيأثر سلبيا على صحتك النفسيه. ثاني حاجه اختيار العلاقات، خاصك دير واحد الغربال كبير في حياتك، ماشي اي واحد يستاهل يبقى فيها. خاصك تدور بيك ناس اللي حتى هما عندهم اهداف في هذه الحياه، ناس اللي غادي يموتيفيوك وغادي يشجعوك باش انك تزيد لقدام. وبطبيعه الحال بعد من الناس اللي كينقصوا منك وكيضيعوا لك وقتك. رابع حاجه وهي اللي داير عليها هذا الفيلم كامل اللي هي الوقت. ما بقاش عندك الوقت بحال العشرينات، وقتك ولا محسوب وساوي، اذا خاصك تختار مزيان مع من وفاش كتضيع. خامس حاجه تحمل المسؤوليه. دابا وفي هذه المرحله من حياتك خاصك تحبس الاعذار. حياتك هي نتيجه ديال الاختيارات ديالك وديال داكشي اللي كديرو كتعاودو كل نهار. ما تبقاش ديما كتسبها في والديك ولا في الماضي ديالك، صافي راك كبرتي وليتي عارف شنو كدير وليتي قادر تختار. الا ما وصلتيش فين بغيتي فراه اختياراتك هي السبب، وإلا كنتي باغي توصل شي حاجه فراه بيديك القرار. سادس حاجه تعلم توقف. مره ولا فاش تشوف راسك دايخ وتالف دير بوز لحياتك ولا الحوايج اللي تقدر دير ليهم بوز في حياتك، وارتاح واعطي وقت لراسك واسمع ليه ودوي معاه. خذ وقتك بشويه عليك حتى ترتب الاوراق ديالك وتوضح لك الامور، وديك الساعه عاود دير بلاي وكمل حياتك. في الثلاثينات كتولي كتختار لا كاليتي على لا كونتيتي، ما كتبقاش كتجرب كل شيء ولكن كتولي كتختار الحوايج المهمين، صحتك، وقتك والناس اللي دايرين بك. وكي خاصك تختار انك تولي مسؤول على حياتك وعلى قراراتك، حيت فاش كتدخل الثلاثينات هنا فين كتبدا ترسم الحياه اللي انت باغي تعيشها. هذا ما كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم، انسبيراتكم واستفدتم منها شي حاجه. نتلاقاو في شي فيديو اخرى ان شاء الله. تهلاو.